جماعه الشيف الشيني ده انا شايفيني بالبتاعه دي. المهم بصوا بقى يا جماعه، النهارده احنا هنعمل بانيه. فهنعمله ازاي؟ مش هنعمله بقى ان احنا هنحطه في الدقيق بعد كده في البيض بعد كده في لا مش هنعمله كده. هنجيب طاستنا حبيبتنا، نجيب زيتنا حبيبنا ونحطه. زيت التومين ده يا جماعه مش لازم يعني لا مش لازم نصرف، عادي اهو. نحط حبه زيت حلوين كده. خلاص حطينا الزيت يعني كميه ما تعادل 10 معالق كبار زيت مثلا. وهنعمل ايه بقى؟ تعالوا كده معايا، قربوا انتوا مش غرب. دلوقتي هنحطها في النار. لازم الزيت يقدح، لازم الزيت يقدح. ليه؟ ما اعرفش، ماما كانت بتقول لي كده. بصوا بقى، يبقى معانا عصايتنا السيليكون حبيبتنا. ده ايه ده؟ صدرين فراخ مقطعاهم مربعات كده صغننه. ماشي. طيب التتبيله، حاطه تتبيله البانيه دوت زعتر وحبهان وبصل وتوم باودر وملح وفلفل، وقلبتهم على بعض. وحطيت معاهم معلقه بيكنج باودر ونص عصره ليمونه وحبه خل. دي بتبقى يعني تكنيك كده حلو جدا، بيدي للبانيه طعم تحفه. ولو انتوا سبتوها في التلاجة يوم كامل، اتفرجوا بقى على الطعامه والحلاوه وكده اهو. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. انا حاسه ان انتوا محتاجين تقربوا معايا اكتر. تعالوا بقى نشوف. هنا الزيت بيقدح، هنا الزيت بيقدح. فاحنا المفروض هنحط البانيه يشم الزيت. تمام. هنا البانيه كنت عايزه افرجكم والله، بس يعني استنوا. تعالوا بصوا كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما هي بقى شمت النار هنعمل هنا بقى. كنت مقطعه فلفل وطماطم مربعات صغيره او متوسطه، هنحطهم عليها ونبتدي نقلب كده. تعالوا نوطي النار شويه. تمام. وهنبتدي نقلب ونسيبها يعني 3 دقايق كده لحد ما الطماطم تنزل الميه بتاعتها. وتعالوا نشوف بعد كده هيبقى شكلها عامل ازاي. يا جماعه بصوا بقى لونها بقى عامل ازاي. لونها بقى مش جامد، لونها بقى تحفه. كمان هو مش باين قوي يعني الكاميرا ظلماه. اللون الاحمر مغطي على البانيه، لان الميه بتاعه الطماطم لما بتعمل يعني بتعمل شغل جامد في الاكله. هنا بقى كان عندي حبه شيدر وحبه بيتي كانوا زياده عندي، قلت احطهم. تمام. وهنبدا بقى نقلب، بس بقى التقليبه دي تبقى اسرع تقليبه، لان يا دوبك بتشم النار وبنقفل على طول. شايفين انا عشان بصور من ايد وبقلب من ايد، فانا مش متحكمه قوي فيها، بس هي يعني تمام قوي كده جدا. خلاص نقفل بقى عليها. بقى ما هي خلصت كده على النار، هنكبها في الطبق هنا. تعالوا نشوفها هتبقى عامله ازاي. يا جماعه ريحتها تحفه. هسيبكم دلوقتي واروح اكلها. بصوا يا جماعه، تحفه 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 جدا. بصوا الجمال. طيب الطريقه ديت مش ابتكار ولا حاجه، انا كنت شايفه كذا حد بيعملها، بس احنا دايما لازم نحط التاتش بتاعنا. هنشرب بقى او هناكل جنبيها ايه؟ كنت عامله لكم مكرونه الضحى اللي هي كانت بالصوص الابيض، وهنشرب جنبيها 7. بالكم سيناكولا علشان المقاطعه، مش عشان حاجه والله، هو عشان المقاطعه يا جماعه. سمعتوا؟ هي بتفور يا جماعه، هي حاليا في وضع الفيران. تمام. نفتح كده ونكب. بصوا الجمال يا جماعه. اصلا المج ده من اكتر المجات القريبه لقلبي، بجد بحبه جدا. كل لما اعمل اي حاجه لازم اشرب فيه. جماعه زي ما انتوا بقى شايفين كده، ده البانيه ودي المكرونه وده اكله اقتصاديه تكفي شخصين، وحاجه في منتهى القمر.
لو عندكم اي استفسار اكتبوا في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.